كفتة الفراخ او كباب الفراخ، مصري بقى تركي زي ما تحبي سميها تتاكل جنب الاكل، تتاكل عيش بقى وسلطة خضرة جنبها وشوية طحينة، ما تقولش لا. والطعم حكاية، وكل ده من صدر فرخة واحدة او من ربع فرخة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. يعني حكاية. تعالوا نشوفوا عملناها ازاي. ده تاني صدر او الربع فرخة اللي احنا خدنا امبارح ربع فرخة، والنهاردة الربع التاني قطعته مكعبات. وعندي الكبة هنا، عندي حتة ليا كده حلوة، عندي ليا دوش، اي الموجود عندك، حتة دهنة، اي حاجة بس تديها طعم كده ودهون بتبقى حلوة. يعني فرمتها في الكبة، وهنزل بنص الفراخ اللي عندي دي، هنزل بيها بنصها بس في الكبة مع الدهن، هضربهم مع بعض وافرمهم فرمة كويسة واركنهم على جنب في طبق. اهي نزلتها هي والدهنة، او هي دي دهنة عندي فانا نزلتها مع دي كوباية برغل او فنجان برغل. انا فنجان القهوة ده مليته برغل وحطيته نقعته نص ساعة، غسلته كويس ونقعته نص ساعة في مية سخنة، وبعد كده صفيته كويس وحطيته ضربته هو والنص التاني من الفراخ الموجودة. هنا عندي بصلاية ونص قرن ونص فلفل احمر او قرن فلفل احمر سبايسي زي ما انت عايزة، بس هو مش عايزة تحطيه ما تحطيهوش، هو عموما بس هو بيدي طعم حلو قوي. مش عايزة تحطيه بلاش، براحتك. هنا ننزل معايا بملح وفلفل، وهحط عندي بهارات فراخ، وهحط ربع معلقة قرفة، وطبعا الاساسي بتاعنا هي البابريكا، بتديها طعم حلو قوي 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 قوي. لو جربتيه مش هتبطليه. هنا الربع مع يعني حاجة بسيطة خالص، قرفة مش هتبان على فكرة، بس بتديها طعم حلو قوي. هنضرب الجمال ده كله مع بعضه، ومش هصفي، انا مش هصفي لان انا كده كده حاطه برغل، والبرغل انا مصفياه، بس عايزاه يبقى فيه شويه نسبه سوائل عشان تسوي البرغل معايا ويخليها طريه وجوسي من جوه، حكايه. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو ومتابعه لاختكم، عشان ده كله بيشجعني ان انا اكمل. هنا عجنهم عجنه حلوه مع بعض، عايزه ترجعهم الكبه تاني رجعيهم، عايزه تعجنيهم على ايدك تعجنيهم. هنا جبت فيه طبق شويه ميه او زيت زي ما تحبي، صينية هنحط في ارضيتها معلقتين زيت او معلقة زي ما تحبي برضو. المفروض ان انا احطها في التلاجة تتسمغ، بس انا بصراحة كنت مستعجلة فاشتغلت فيها على طول. انت ممكن تحطيها في التلاجة مثلا بتاع ساعة نص ساعة تمسك نفسها اكتر، بس انا كنت مستعجلة. والافضل وانا بقيت ببل ايدي مية واعملها واصبحها اهي زي ما انت شايفة على عود الشيش او اي حاجة عندك. احنا بس بنديها ايه فتحة كده، تعمل لها فجوة عشان تستوي من جوه وتبقى جميلة. هنا بعد ما خلصت حطيت قرن الفلفل كده، وبعدين لقيت شكله مش لطيف رحت حطاه في النص، وجبت طماطم شرايح، طماطم وفلفل اخضر حطيتهم بينه اشويهم، يعني نديها طعم كده، نشوي شوية فلفل على طماطم معاهم، يتشووا كده مع طعم الكفتة وياخدوا من طعم الكفتة الجميل، وبيخلي وبيدي نفس وريحة حلوة قوي. ومثلا ما تاكليها بعيش تاكلي معاها شويه حاجات مشويه زي كده. طبعا رشه ملح بسيطه عشان الخضار ده هيبقى دلع لانه مش متبل ولا عليه اي تتبيلات، هو بس هياخد من طعم الشوي ومن ريحه الشوي. وحطيت بس عليه شويه رشه ملح خفيفه، وهندخلها الفرن. الرف اللي فوق يعني هتحطي كده الشبكه فوق اخر رف. هنا حطيت ربع كوبايه ميه عشان برضو البرغل يبقى مستوي، وهتحطيها في الشبكه، على الشبكة الرف اللي فوق الأخير، وهتستوي، هتطلع بألف هنا.